اهلا بيكم في مطبخ ليليان. النهارده هنعمل مع بعض ناجتس الفراخ زي بالظبط اللي ولادنا بيحبوها من ماكدونالدز. زي ما انتوا شايفين طالعه لونها جميل ومقرمشه وبتبقى طريه وهشه من جوه، بس طبعا احنا عاملينها في البيت بايدينا. انا النهارده هعمل نص كيلو من صدور الفراخ المفرومه. انا اشتريتها مفرومه جاهزه، ممكن تشتروا صدور الفراخ وتفرموها في الكبه. هنحتاج عليها بضايه وتوابل، ملح وفلفل، بصل وتوم باودر وبابريكا. هنحط التوابل والبيضة وهنبتدي نعجنهم مع الفراخ. مش هنحط ولا دقيق ولا بقسماط ولا اي حاجة علشان الناجتس بتاعتنا تبقى طرية وهشة من جوه، مش عايزين ننشفها. زي ما انتوا شايفين العجينة طرية وبتلزق جدا. هنجيب طبق فيه شوية من النشا ونغطس كده كل كورة ناخدها في النشا، حاجة بسيطة بس عشان تساعدنا ان احنا نشكلها، مش عايزين ندخل نشا فيها كتير. وننفض اي نشا زيادة ونحطها على صينية عليها كيس بلاستيك عشان ندخلها الفريزر ساعة. بعد ما دخلناها الفريزر هنعمل بقى خليط التغطية. هنحتاج كوباية من الدقيق، نص كوباية من النشا، معلقة من المستردة، ونفس التوابل تقريبا، ملح وفلفل اسود، توم وبصل باودر وبابريكا، بس هنزود نص معلقة من البيكنج باودر. وهنحتاج من كوباية لكوبايتين مية حسب سمك العجينة. هنحط كل المكونات مع بعض ونبتدي نزود المية ونقلب الدقيق واحدة واحدة كده لغاية ما نوصل لعجينة أخف حاجة بسيطة من عجينة البانكيك. زي ما انتوا شايفين هي كده بقت جاهزة. وبعد ساعة طلعنا الناجتس بتاعتنا من الفريزر وهنبتدي نغطسها في العجينة اللي عملناها، وعلى طول نكون مسخنين الزيت ونحطها في الزيت ونحاول نصفيها كده من أي عجينة زيادة بالشوكة وننزلها على طول في زيت طبعا سخن. أول ما بتنزل الزيت على طول هي بتتشمع، بس انتوا حاولوا تقلبوها كده علشان ما يلزقوش في بعض. ولو في أي قطع من العجينة كور كده صغننة بنصفيها بالمصفى، والزيت بتاعنا بيفضل نضيف زي ما انتوا شايفين. هتاخد حوالي 3 دقايق كده على كل ناحية او اقل كمان على الناحية التانية، وهتطلع مقرمشة كده وجميلة. وطبعا احنا عاملينها صغيرة فمش بتاخد وقت في السوا. زي ما انتوا شايفين شكلها طالع عامل ازاي، مقرمشة جدا وبتبقى من جوه منفوخة كده وهشة. جربوا تعملوها وهتلاقوها خلصت في اقل من ربع ساعة. وقولولي رأيكم واشوفكم في وصفة تانية. ثانك يو.